عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وانتم تشوفوا الفيديو. مرحبا بكم الناس الكل. اليوم ان شاء الله وكيف العاده وان شاء الله لا يقطع لنا عاده جيتكم فيديو جديد ووصفه جديده. وصفتنا اليوم ان شاء الله باش تكون كمونيه بالكبده متاع الدجاج، بنينه وسهله وتحضر في ساعه في ساعه. جربتها قبل وعجبتني الحقيقه، واليوم ان شاء الله باش نشارككم الطريقه. خذيت شويه كبده متاع الدجاج، خذيت راس بصل كبير وقصيتها طروف صغار، مغرفه طماطم معجونه، شويه فلفل زينه، شويه تبل وكرويه، شويه كركم وشويه فلفل اكحل. خذيت شويه ملح وخذيت شويه ثوم، وبالطبيعه ما ننساوش الكمون. البصله متاعي بالطبيعه نظفتها وقصيتها طروف صغار. بالنسبه للكبده راني خذيت رطايل 500 غرام. بطبيعتي مانيش باش نعمل كميه كبيره. نظفتها مليح مليح وغسلتها مليح مليح ونحيت لها الزوائد الكل مع قطرات خل. اللي ما عندهاش الخل يعمل هكا عصره قرص صغيره. المهم لازم ننظفوها مليح مليح. خذيت الطنجره اللي باش نطيب فيها، حطيت فيها شويه زيت نباتي، تنجبروا وتحطوا زيت زيتونه، المهم الزيت اللي انتم متعودين تطيبوا به. ومن بعد باش نضيف البصل كما تعرفوني انا وكما متعوده ديما البصل نقليه شويه على نار مش قويه برشا كما تراو هنا. قصيته عشوائي تنجموا وتفرموه، المهم كما تحبوا انتم. توا باش نقلي البصل كما تشوفوا، وباش نضيف شطر كميه الثوم وشطر الاخر باش نخليه كي تحضر الكمونيه نضيفه. البصل راهو كتقليوه يسيب بنا ونكهه مش نورمال في الحاجه اللي باش تطيبوه. المهم مانيش باش نقليه برشا، بطبيعته هو يسيب هكا الماء نتاعه ويعطينا نكهه مش نورمال. وتوا باش نضيف الكبده. يعني الكبده راني ما قصيتهاش، خليتها كما هي. المهم نحيت لها الزوائد الكل وغسلتها مليح مليح، هذه حاجه ناكد عليها. وتوا باش نكمل نقلي بشويه بشويه كما تشوفوا في الفيديو. نقليه على نار مش قويه برشا. توا باش نضيف الملح ونكمل نحرك حتىش نقليوها مليح مليح. هي بطبيعتها تسيب هكا الماء نتاعها، والبصل زاد يسيب الماء نتاعه معك الثوم اللي حطيناه. ما نحكيلكمش على ريحتها ملي الكوزينه. المرحله هذه راهي مهمه برشا برشا باش تجيكم الكمونيه بنينه. لازمنا زاد نقليوها مليح مليح حتى تبدل اللون نتاعها، وكل مره نحركوها على نار مش قويه برشا. المهم ان نوسعوا بالنا باش تجينا الكمونيه نتاعنا بنينه وفاوحه. في العاده نحن الكمونيه نطيبوها ديما بالكبده نتاع العلوش. زاد تجينا بنينه برشا. اليوم انا جربتها الحقيقه بالكبده نتاع الدجاج، وقلت علاش لا نشارككمش الطريقه. بعد ما كملت قليت الكبده كما تراو في الفيديو، باش نضيف لفاحات اللي هما فلفل زينه، تبل وكرويه، كركم وفلفل اكحل. خذيت هكا المغرفه نتاع الطماطم المعجونه وحليتها في شويه ماء كما تراو. بعد ما حليتها في شويه ماء باش نضيفها على الكبده وباش نكمل نقلي. ماذا بيكم ديما الطماطم زادت تحلوها في شويه ماء. وباش نكمل نقلي المكونات الكلها مع بعض، ومن بعد باش نمرقوهم. ماذا بيكم ديما تمرقوه بالماء السخون.
ولهنا كيما تشوفوا بعد ما قليت هذوك المكونات الكل مع بعضهم باش نمرق بالماء السخون. هذا بك كيما قلت لكم ديما تمرقوا بالماء السخون ونغطوها ونخلوها تطيب على راحتها، ما نبعدوش عليها، كل مره نحركوها حتىش نحسوها طابت وقرت الزيت متاعها. وهذه هي الكمونية متاعنا حضرت ما شاء الله قرت الزيت متاعها. ما ننساوش نضيفوا لها شطر مغرفه صغيره كمون، هذيك زاده ما نستغناوش عليها، ونحركوا ونشوفوها في صحن التقديم. هذه الكمونية متاعنا ما شاء الله حضرت كما تشوفوا فيها في صحن التقديم. ما نحكيلكمش على البنه اللي فيها، راهي فاوحه فاوحه على الاخر بنينه ومحرحره تعمل 66 كيف. ما ننساوش هكا رشه المعدنوس هذيك راني ما نستغناش عليها. ان شاء الله تعجبكم الوصفه وان شاء الله تجربوها، وصفه سهله وبنينه وتونسيه. تعمل 66 كيف، تحضر في ساعه واقتصاديه في نفس الوقت. ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم، وتخلوا لي رايكم في التعليق. تابعوني على انستغرام تاعي تونيزيان اون بلجيك، وان شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد في وصفه جديده. نقول لكم باي باي وبسلامه.